عايدي أمين ورئيس أوغندا الثالث في الفترة من 1971 ميلاديا إلى 1979 ميلاديا أنهى النفوذ البريطاني في أوغندا وطرد الأسرين منها وقضى على النفوذ الإسرائيلي فيها. وفترة حكمه كان بها اغتيالات كثيرة وصراعات، وكان ديكتاتورا عسكريا، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة. ولد عايدي أمين عام 1925 ميلاديا على ضفاف النيل وسط قبيلة كاكواس المسلمة التي تعتبر أقلية، وكان اسمه أيضا أمين أدادة. نشأ في كنف أخواله بعد انفصال والده عن والدته، وفي عام 1941 ميلاديا التحق بالمدرسة الإسلامية في بومبو، ثم تركها وعمل في مهن عديدة قبل أن يجند في الجيش من قبل ضابط استعماري بريطاني. وكان بطلا للملاكمة من فئة الوزن الثقيل عام 1951 ميلاديا إلى 1960 ميلاديا، ثم خدم في الجيش البريطاني حيث كان مساعد طباخ في الكتيبة البريطانية، وشارك معهم في قمع ضباط قبائل الماو ماو في كينيا عام 1950 ميلاديا. ثم أخذ يترقى في الجيش ووصل رتبة لواء، وبعدها تولى قيادة الجيش الأوغندي عام 1946 ميلاديا. ثم قام عايدي أمين بانقلاب عسكري في يناير 1971 ميلاديا، وعزل الرئيس السابق ميلتون أوبوتي بعد أن ساهم شخصيا في حملة على تولي مقاليد الحكم في البلاد. وشهدت سنوات حكمه عمليات قتل جماعية وإبادة للقبائل المعارضة له، وأنشأ فرق إعدام، مما جعل نظام واحدا من أعنف الأنظمة في تاريخ القارة السوداء أفريقيا. وكان معروف بانتهاك حقوق الإنسان والقمع السياسي والتمييز العنصري والإعدامات غير قانونية وطرد الآسيويين من أوغندا الذين جاءوا ليعملوا أنشطة تجارية في أوغندا. ويقدر أعداد القتلى في عهده ما بين 100,000 إلى 500,000 قتيل. وفي عام 1975 ميلاديا إلى 1976 ميلاديا أصبح رئيس منظمة الوحدة الأفريقية. ثم ضمت أوغندا إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من عام 1977 ميلاديا إلى عام 1990 ميلاديا. وكان ديكتاتورا في حكمه بسبب قسوته ودمويته، وادعى أنه ينتسب إلى قائد الجيش المصري عند منابع النيل الباشا، فاتخذ لقب أمين. وفي فترة حكمه أنهى النفوذ البريطاني في أوغندا وقضى على النفوذ الإسرائيلي المتنامي في أوغندا في عهد الرئيس الذي سبقه أوبوتي. كما أبعد الهنود الذين جاءوا مع البريطانيين عن أوغندا، فسافر معظمهم لبريطانيا التي منحتهم تسهيلات في قضية عرفت باسم قضية الهنود الأوغنديين. وكان يدخل المؤتمرات يحمله 4 من البريطانيين الأشداء فيما يمثل إهانة للجنس الأبيض، وكان جالسا على كرسي ككرسي الفراعنة، وكان مولعا بالتصريحات المستفزة كتصريح الذي استغزل فيه بجمال عدوه اللدود الرئيس التنزاني جوليوس نيريري، وقال إنه لو كان امرأة لطلب منه الزواج، وعرض عليه تسوية خلافاتهم في حلبة الملاكمة. ومن تصريحاته أيضا إدانته اليهود وتعاطيه مع هتلر، قال إن اليهود ضد مصالح العالم، وأشيع أنه من أكلة لحوم البشر، وكان له علاقات دولية مثل الجزائر وليبيا ومصر بالرئيس معمر القذافي والرئيس الراحل أنور السادات والرئيس حافظ الأسد. وكان له العديد من الألقاب مثل صاحب السيادة فاتح الإمبراطورية البريطانية، وأيضا الحج المارشال الدكتور، وأيضا الرئيس مدى الحياة لجمهورية أوغندا، وأيضا أعظم رئيس دولة في العالم، وأيضا آخر ملوك اسكتلندا، وذلك لشدة إعجابه باسكتلندا ومحاولته الإقضاء بنظام الحكم الآلات المالكة فيها. واشتهر بجزار أفريقيا، وأقر أنه استهلك اللحم البشري مرغما على ذلك عندما كان يخدم في الجيش البريطاني، وعندما كان أسيرا لدى قبائل ماو ماو. وكما أن النيل حمل جثث كثيرة في الوقت الذي عثر فيه على جثة إحدى زوجاته مقطعة أيضا في سيارة. وتحدث خدم عمله سابقا لديه عن رؤوس بشرية موضوعة في الثلاجات. وبالنسبة لنهايته فكانت بسبب كراهية الغرب وإسرائيل له، وقام الغرب بدعم جهود ميلتون أومبوتي ليتيح بعايدي أمين في 11 أبريل 1949 ميلاديا بواسطة متمردين أوغنديين في المنفى سلحهم الرئيس التنزاني جوليوس نيريري، فهرب أمين إلى ليبيا ثم طرد منها 1979 ميلاديا فلجأ للسعودية، وقال إنه سيعود لأوغندا ويستردها، لكنه مات 16 أغسطس 2003 ميلاديا في جدة محاطا بنصف أولاده 50 دون أن يسترد أوغندا. وبكده يكون خلصت حلقتنا النهاردة، للقاء في حلقة جديدة وحكاية جديدة وشخصية جديدة إن شاء الله قريبا. ودي كانت آخر حلقة من حلقات أشرار التاريخ. إن شاء الله يكون في حلقة جديدة، سلسلة جديدة وحلقات جديدة. كل اشتراككم وتعليقاتكم الجميلة
معايا إن شاء الله هقدم سلاسل كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.